السلام عليكم ويلكم باك في انذر نيو فيديو، واللي مش هيكون بس فيديو جديد في التاريخ بتاعه، لا ده هيكون فيديو جديد لان ده اول مره اعمل حاجه شكل كده في القناه، او اول مره اعمل فيديو بالمنظر ده او بالطريقه دي عامه او بالفكره دي. والفكره هي ان احنا نعمل سلسله احكي فيها قصص ممكن تكون مثيره او مهمه او غريبه شويه، ونسميها مثلا حدوته على ما تفرق. وقبل ما نبدا الفيديو انت عارف طبعا هتعمل ايه، يعني اشتراكك، لايكك، الشير كده يعني بس كده. انا محمد مجدي، يلا نبدا. قصة النهارده بتتكلم عن واحد من اغرب الجنود في التاريخ، الا وهو هيرو اونودا. اونودا ده هو ضابط ياباني التحق بالجيش سنة 1942، وبدأت رحلته على طول بعدها في الحرب العالمية الثانية، واللي كان ساعتها عمره 22 سنة بس. وساعتها عينوا القائد بتاعه في مهمة في جزيرة اسمها لوبانج. الجزيرة دي فين؟ في الفلبين. والقائد بتاعه قال له ان هو هيروح الجزيرة دي او المهمة دي ومعاه عدد قليل جدا من الجنود، وان هم هيكونوا في مهمة عسكرية ضمن الحرب. اونودا وقتها خد اوامر من القائد بتاعه، وعايزك تركز قوي في الاوامر اللي خدها دي. نص الاوامر بالظبط هو ان تحت اي ظرف ممكن يقعوا فيه، اياكم 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 انكم تنهوا حياتكم بايديكم. يعني بمعنى اصح اياكم تنتحروا حتى لو استعصت عليكم الامور، ولازم انه يفضل يحارب لغايه اخر نفس. وفي مؤرخين تانيين قالوا ان القائد بتاع اونودا قال له كمان ان المهمه دي ممكن تستمر لسنوات كتير، بس مهما حصل عايزك تتاكد ان احنا هنرجع في يوم من الايام وهندور عليه. المهم راح اونودا ومعاه العدد القليل ده من الجنود ونزلوا في جزيره لوبانج في الفلبين، وبداوا المهمه بتاعتهم الا وهي انهم يشنوا حرب عصابات على المكان وعلى الجنود الامريكيين او اي واحد موجود في المكان ده حرفيا. وفي سنه 1945 اقتحم الجيش الامريكي والجيش الفلبيني جزيره لوبانج، وفي بقى كتير قوي اللي اتقتل وفي اللي استسلم من الكتيبه بتاعت هيرو اونودا. بس عيب عليك، اونودا وقف اسد بيتهزش وما حصلوش اي خدش حرفيا، وقدر بخبرته العسكريه ودهائه ان هو ياخد مجموعه صغيره من اللي اتبقوا معاه من الكتيبه ويطلع بيهم على جزيره او غابه جبليه في وسط الجزيره. ولو بتسال عن العدد اللي اتبقى من الكتيبه فهم 3 بس. وزي ما قلنا خدهم اونودا وطلع بيهم على غابه جبليه في المناطق الداخليه جوه الجزيره. واونودا طبعا عشان راجل سندال ما بيهموش الاندال وبيهتم جدا بالاوامر اللي خدها من القائد بتاعه او من الجيش بتاعه، خد ال3 اللي معاه وقرروا ان هم يكملوا في الحرب بتاعه العصابات اللي اصلا بداوها وهم بكتيبه كامله. لا وبداوا كمان ان هم حرفيا يطيحوا في اي حد يلاقوه قدامه. بدايه الغرابه والضحك بقى في الموضوع ان في نفس السنه دي اللي هي سنه 1945 اعلنت اليابان استسلامها من الحرب العالميه الثانيه، وده بعد طبعا قنبلتين الذريتين بتوع امريكا على هيروشيما وناكازاكي. وطبعا عمك هيرو اونودا واللي معاه ما يعرفوش اي حاجه عن اللي بتحصل بره الجزيره دي ابدا، ولا عندهم علم اصلا ان الامبراطور المخضرم بتاعهم استسلم من الحرب، وفضلوا مكملين على اساس الاوامر اللي خدوها قبل ما ينزلوا الجزيره، لحد ما جت طيارات امريكيه بمساعده الحكومه اليابانيه ونزلت منشورات نصها ان الحرب خلصت خلاص، وان الجنود اللي موجوده في الجزيره دي لازم يرجعوا وطنهم حالا. وكمان المنشورات دي كانت ممضيه من الجنرال توميوكي ياماشيتا من الجيش ال14 الياباني. طبعا هيرو وجماعته شافوا المنشورات دي، يعملوا ايه بقى؟ هنا تبدا تشتغل عند اونودا حاسه تحريات الكلب، يقول لك لا مستحيل ابدا، ما ينفعش، ده مستحيل ده يكون حصلت، اكيد في خدعه، احنا مستحيل نكون استسلمنا، مستحيل الامبراطور بتاعنا يكون استسلم من الحرب قدام شويه الرعاع اللي هم امريكا دول. فضل واقف اسد ما تهزش. لا واقنع ال3 اللي معاه بكده كمان، وبرضه استمروا في اللي هم بيعملوه، وهم انهم يقرفوا الفلاحين بتوع الجزيره في عيشتهم. لا وكمان بداوا انهم يزودوا العيار اكتر بكتير، وبدل ما كانوا بياخدوا حاجات خفيفه بس من المزارعين اللي هم تناتيش اكل بس، لا ده بداوا ياخدوا المحصول كله، وكمان بدأوا يسرقوا الحيوانات بتاعة الفلاحين، وبدأوا ان هم يقتلوا اي جندي معادي ليهم لمجرد بس ان هم شكوا فيه ان هو متنكر في زي فلاح او زي شرطي مثلا. شفت الموضوع والهاجس ده وصلهم لايه؟ وده يخليك تشوف ان الجنود دي فعلا ما كانتش مجرد بني ادمين بس ماشي على الارض، وان هم فعلا ما كانوش بيهزروا، وان هم بني ادمين عندهم سيستم في دماغهم ان هم لو ما نفذوش الاوامر اللي خدوها بالحرف هم كده بقوا عار على وطنهم. عمك
اونودا وجماعته فضلوا على الحال ده لمده 5 سنين لحد ما قرر اول واحد من الاربعه ان هو يستسلم خلاص، واللي هو كان يويتشي اكاتسو، وان هو قال لك خلاص انا ما عدتش حمل العالم المجانين دول، انا ما عدتش قادر استحمل، انا هستسلم. بعد كده تقرر الحكومه اليابانيه ان هي تاني تنزل منشورات على الجزيره ان يا جماعه الحرب والمصحف الشريف انتهت، فيلا روحوا بيوتكم، اهاليكم عايزين يشوفوكم، احنا خلاص ما عدناش بنحارب. وعمك اونودا مفيش، قال لك يا عم ده انتوا علم بنت كدابين، انا مش مصدق حد فيكم اصلا، واكيد دي خدعه، والمؤمن اللي يلدغ مرتين وهو ما كانش اتلدغ اول مره اساسا. وبعد 4 سنين قتل شيتشي شيمادا رميا بالرصاص، وده بعد اشتباك مع فرقه كانت جايه انها ترجع الرجال دي اساسا. وبعد كده توفى كنزيتشي كوزوما سنه 1972 وبعد اشتباك مع الشرطه المحليه للجزيره. كده فاضل مين يا معلم؟ ايوه صح عندك حق، برافو، اونودا. وطبعا بعد ما شاف زمايله بيتقتلوا واحد ورا الثاني كده يستسلم يتهز ابدا، لا ده كمل في الحرب لوحده ورجع يرازي في اهل الجزيره تاني لوحده ويقتل فيهم لوحده. المهم بعد 2 سنين كمان من المعافره اخيرا الحكومه اليابانيه بتعرف ان هيرو اونودا على قيد الحياه وحي يرزق على جزيره لوبانج في الفلبين. وكمان اخيرا قررت انها تبعت تجيبه. اونودا يسكت والله العظيم ابدا. اونودا ما اقتنعش ان هو لازم يسلم نفسه حتى بعد ما جابوا له امه هي اللي تطلب منه الكلام ده، وده يأكد تاني على ان الجماعه دول هم اقرب لآلات حرب من انهم يكونوا بني ادمين اصلا. المهم ان اونودا قال انا مش هقتنع بالكلام ده ابدا غير من شخص واحد بس معين، وعايزك بقى تتخيل معايا هو مين الشخص المقصود من اونودا. الشخص ده هو القائد اللي ادى لاونودا اول اوامر ياخدها قبل ما ينزل مع الكتيبه بتاعته جزيره لوبانج، والكلام ده كان من 30 سنه بالظبط. المهم ان القائد بتاعه كان ساعتها خلاص تقاعد وفتح محل صغير كده، انا مش متذكر هو المحل ده كان بيبيع ايه اصلا، بس يعني المهم مش مشكلتنا. المهم الحكومه اليابانيه بعتت انها تجيب القائد بتاع اونودا، وفعلا اونودا ما استسلمش غير لما خدوه من ايده ودوه لغايه الجزيره عشان يشوف القائد بتاعه، واللي فعلا اخيرا امر رسميا ان هو يتنحى ويرجع لوطنه. المهم هل كده قصه اونودا خلصت؟ لا ابدا. اونودا بعد ما رجع اليابان الراجل حرفيا جات له صدمه نفسيه حاده من اللي هو شافه. هي دي اليابان الامبراطوريه العظيمه الناس كلها كانت بتهابها ان انا كنت بحارب عشانها السنين دي كلها. سبب الكلام ده ان اليابان وقتها كانت بتعمل الحركه الحكوميه بتاعتها انها تغير من شكل اليابان او منظور اليابان قدام الناس، اليابان الوحشيه اللي كانت ايام الحروب، انها تصدر فكره جديده او منظر لطيف وكيوت للناس عن اليابان الجديده، وده عن طريق حاجه احنا عارفينها كويس وكلنا حرفيا عارفينها كويس، الا وهي الانمي اللي هو اصلا صناعه حكوميه بيتصرف عليها ملايين من قبل الحكومه اليابانيه عشان بس تصدر للعالم الفكره بتاعت ان ايوه هي دي اليابان الكيوت اللي بتعمل انمي فيه البنات عينيها واسعه وبتقول اونيتشان تسكيتيه وحاجات كده استغفر الله العظيم. المهم ان الراجل حقه فعلا ان هو يتصدم، انا لو مكانه اتجلط يعني تخيل الراجل بيحارب بقاله اكتر من 30 سنه من عمره بيحارب عشان الامبراطور والامبراطوريه العظيمه بتاعت اليابان اللي كل الناس بتهابها واللي كل الناس بتخافها، ويرجع في الاخر يلاقي اليابان اللطيفه الكيوت اللي بتقول اوه وحاجات كده ما يعلم بها الا ربنا. المهم ان الراجل خد الكلام على صدره قوي يعني وما قدرش يستحمل وقال لك انا مش هقعد في البلد الزباله دي ابدا تاني، وخد بعضه طلع على جزيره نائيه او منطقه نائيه في البرازيل، وهناك عاش على انه مزارع وراعي ماشيه ومواشي وحيوانات، وقال لك عيشه زي الفل يا عم اكرمني من مكان ابن تاني. المهم ان اونودا بعد سنين طويله رجع لليابان تاني بعد اول مره راح فيها، وتوفى اونودا في اليابان يوم 17 يناير سنه 2014 عن عمر يناهز 91 سنه. وانتهت قصه هيرو اونودا، واحد من اغرب واعظم الجنود اللي انا شفتها في حياتي واللي أرخهم او كتبهم التاريخ. راجل افنى 30 سنه من عمره عشان يحارب لدوله واوامر هو خدها وجيش هو مخلص ليه وما استسلمش حتى بعد استسلام دولته ذات نفسها. وبكده يكون خلصنا حاجات النهارده وخلصنا قصتنا. فلو عجبتك فما تنساش بقى لايكك واشتراكك وحاجاتك الحلوه، فيعني عيش تعامل. المهم كان معاكم محمد مجدي، ورب تكون عجبتكم الحلقه وعجبكم الكلام. سلام.